تعال يا حكمة، اليوم وصلتني هذه الطلبية من مطعم أبو جنة، من مسقوف أبو جنة. خلينا نشوف ايش دازنا. قلت له دز لي اياهن بمنسف، هاي فلينتين، دز لي سمك مقلي. خلينا نشوف. طبعا هاي ثاني مرة أجرب من مسقوف أبو جنة، بس احنا راح نرتبهم. أنا جبت منسف معون ونخليهم اثنين ونجرب السمك المقلي يا أبوي. طبعا سعر النفر ايش قد؟ 9000 دينار. 9000 دينار. هاي 4 قرص. هذا النفر ابو 9000. شوفوا لي، خلي بمعون ونبلش. جيب المنسف، خلي السمكة هنا. طبعا اني قلت لكم قبل سنة، قبل يعني من جيت العراق، هاي الثاني مرة اجرب من اسماك ابو جنة. خلينا نفرط التمن همينه ونعدل هذا السمك. هذا نفرين، يعني هذا سعر 18000 دينار، قطعتين لحم مع معونين تمن، وهذه المقبلات مالته. خلينا نفرط المقبلات المنفذ مرة حتى علاش ندوخ نفسنا، مو صحيح؟ هيك يا ابويا يا ابويا. ما احب ادوخ نفسي واخلي كل شيء بواحد وما ادري شنو هاي السالفه. شوفوا شلون صار معون، الا يجنن الا يجنن. يلا صلوا على الحبيب محمد وآل محمد، وبخيل اللي ما يصلي على محمد وآل محمد، على قولات اخونا ابو جنة. طبعا خلينا نجرب. اول مره اجرب سمك المقلي من ابو جنة. بسم الله ونشوف. شباب من الجلد مالته من يعرف شنو من سمك هذا؟ يلا كلكم اكتبوا لنا بالتعليق، والسماك والاكال السمك يعرف شنو من سمك هذا. انا ما راح اقول لكم. يلا يا بسم الله ونشوف السمك المقلي. نشوف. رهيب. شو شلونه؟ بس احسها يعني شويه بغلا، صح ولا لا شباب؟ 9000 على هاي القطعه، ما اعرف، احسها بغلا شويه يعني. والله وأنا قايلها بغيابه وما قدام بشر، سمك يخبل.
الأم جالسة. ما شاء الله تبارك الرحمن. سبحان الخالق الجبار. جبن جبن، شوفوا لي جبن. يا عيني يا عيني. يعني ليش يعني ما اطلع مقاطع قليله من السمك. شكل شو اسمه، المشكله تنظيف. انا ما احب تنظيف يدمرني دمار، يشنجني والله العظيم. يابا انت تحب كل شيء قبل هيك. فوت زر تساليب قبل ينبلع. يعني من جد ابو جنة كان تو مبلش بالتحديات مال السمك، مال هاي مال المسابقات ولا شنو. فقلت انا ما راح اقول له السابق، لا راح اجيبها من عنده واجرب نفسي بها بالبيت. وموجوده الفيديو على الفيسبوك والتيك توك، الفيديو موجود على اليوتيوب. اكتبوا تحدي مسقوف ابو جنة 3 كيلوات خلصتها، بس اسمعوني نتمنى ما خلصته. لكم العدل. اي والله. أشهد ما بالله شيء مرتب. اللي مجرب مسقوفة وجنة يكتب لنا بالتعليقات ويقولوا لنا شلون كانت تجربته من سمكة وجنة. يلا عيني. يا بش مي، يا بش مي.
دائما الناس تقول لي أحمد ليش ما تخلص المعون؟ جمهوري وعائلتي ومتابعين، أنا مو صاحب محتوى تحديات، لا، صاحب محتوى تجارب أكل بس. تحياتنا لكم يا أحلى وأجمل جمهور بالدنيا. طبعا تجربة كانت جدا جميلة وطيبة وحلوة وعشيدين، والله يرزقها ويحفظ أهل الموصل ويحفظ العراق بأكمله. تحياتنا لكم يا أحلى جمهور بالدنيا، جمهور العالمي. باي باي.